هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بجد يا جماعه. انا عارفه ان دي فتره امتحانات، وعارفه ان كلكم بتمتحنوا، ثالثه اعدادي بتمتحن دلوقتي، وانا كمان بمتحن معاكم. فبجد اتمنى ان كلكم بجد تكونوا جبتوا الدرجات اللي انتوا عايزينها، وحتى لو ما جبتوش الدرجات اللي انتوا عايزينها اتمنى ان انتوا بجد يا جماعه اي حد نزل في الدرجات او كده ما تزعلوش ولا يفرق لكم، واكرفوا ما دام انتوا عملتوا اللي عليكم وبجد حاولتوا. اي امتحان كان وحش او اي امتحان كان توقعتوا انكم تجيبوا فيه درجه احسن من اللي انتوا جبتوها ولا يفرق معاكم، ويا ريت تكرفوا فبجد يعني اتمنى انكم تكونوا حققتوا كل اللي نفسكم فيه. وبرضو لو انتوا ما جبتوش الحاجه اللي انتوا عايزينها ما تزعلوش، وربنا ان شاء الله هيعوضكم في الايام اللي جايه. النهارده الحمد لله كان اخر يوم عندنا فيه مواد صعبه، بكره في انجليش، لكن الانجليش انا هعرف اذاكره لان هو لوحده مع مادتين بره المجموعه بس، ان شاء الله خير بجد. فالنهارده ان شاء الله هصور لكم اخر يوم امتحانات في الشهاده الاعداديه، الترم الاول طبعا، عقبال السنة كلها. وبجد يا جماعة اتمنى ان احنا نعيش الاسبوعين الاجازة دول يكونوا اسبوعين كويسين، نعرف ان احنا نسخن بيهم على الترم التاني، وان شاء الله يا رب يعني كل واحد يجيب المجموع اللي هو نفسه فيه. يلا بينا نبدأ. بصوا، هقعد اتفرج على التلفزيون بما اني بقالي 7 ايام قاعده في البيت، بجد قرفت. فعايزه بقى اتفرج على التلفزيون واقعد اهدى شويه وريفرش عشان اقعد بقى اذاكر الانجليزي والكنزات دي. يا جماعه بقى لها 3 ايام محطوطه في الشنطه، فيا رب بجد ما تكونش الصودا بتاعتها راحت. كده فاضل عومي تايه وملك. لا هو مش انا، هي تيانا عمري. يا جماعه هي انا عمري اقول كده. Gino, no. I'm sorry for everything. No, I wanted to set you free. بصوا الدنيا مليلة ازاي، مش مليلة، المغرب لسه مدن حرفيا. كده بقى عندنا مكان نضيف ننام ونستريح فيه. ودلوقتي بقى هروح اجهز الفيديوهات اللي هتفرج عليها بعد ما اصحى عشان اذاكر الانجليش. تعالى اوريكم بقى الفيديوهات اللي انا هتفرج عليها ليله الامتحان. اول حاجه، انا اول مره اشوف حد بيعمل للازهر بصراحه، فهتفرج عليه ده اكيد. وحل اهم 5 نماذج مع المنصه التعليميه، بجد دول حرفيا ماسكين لي المناهج فبحبهم قوي، فلازم اتفرج عليهم. وميس ياسمينة طبعا هتفرج لها على النموذج ده، تقريبا ده نموذج انجليش فهتفرج عليه. وميس مي مجدي اللي ماسكه لي برضو الانجليش طول السنه، طول الترم يعني. فبجد اتمنى ان الفيديوهات دي تلملي المنهج كله النهارده. صباح الخير يا جماعه، انا لسه صاحيه. انا قلت لامي تصحيني الساعه 1 ودلوقتي الساعه 2:30 وهي نايمه. قمت لقيت امي نايمه. ماما عماله تعمل معايا الحوار ده بقالها اسبوع، بس المشكله ان انا كنت بتزنق. يعني مثلا عارفين يوم الدراسات انا اتزنقت في ساعه، 3 ساعات، وكان عندي ماده تانية. ادعولي النهارده يعدي على خير. يلا اذاكر بقى عشان انا بجد اقسم بالله ما قادره افتح كتاب، بس لازم افتح كتاب، فهروح اذاكر وارجع لكم. عايزه انام. جماعه شفتوا اللي حصل؟ بابايا اتصل بيا وانا في البيت وقعد يقول لي الباص هيمشي، الباص مش هياخدك عشان انتي ما نزلتيش وانتي برنيش على مشرفه الباص ومش عارفه ايه، وان انا مش هروح الامتحان. نزلت وانا متسربعه واعصابي بقى طبعا في ايديا بقى، وخلاص ما انا خايفه ما الباص هيسيبني بقى ما راح امتحن، خصوصا ان انا مش بمتحن في المدرسه بتاعتي، بمتحن في مدرسه تانية، فاللي هو موضوع صعب يعني. ودلوقتي شفت الباص، بابا اتصل بيا وقال لي هي لسه ما جاتش وبتاع وكده، وما تخافيش مش هتوقفك في الشارع كتير، لما ترني بانزلي، ما يعرفش ان انا في الشارع وان انا نزلت متسربعه. فبجد ادعوا لي بقى عشان انا شكلي كده هقف في الشارع وقفه كبيره، وبصراحه مش عايزه اقف كتير. جماعه ماما اتصلت بابا دلوقتي وقالت له ان انا في الشارع، وقال لي اطلعي تاني. يا رب لما اطلع ما تنزلنيش، انا كده بتمشور بقى بجد. يلا هطلع. همس بقت صاحبة القناة دلوقتي، اسيبها معاكم بقى. يا جماعه بس احنا دلوقتي وصلنا المدرسه اللي هنمتحن فيها، والنهارده بجد محدش اخر ذاكر يوم انجلش، وانا مبسوطه جدا جدا جدا. ماشي بجد محدش ذاكر انجلش، يا رب الامتحان يجي على سهل. جنب عشان هنتضايق. يا جماعه احنا دلوقتي رايحين نجيب اكل، ماشي ما كلناش. عشان ما كلناش. ف هنخلص امتحان وبعدين نقول لكم عملنا ايه. ففلوج اخر يوم بس. باي يا جماعه انا خلصت امتحان الحمد لله، الامتحان جه سهل بجد. الامتحان جه صعب ولا سهل؟ صعب صعب ولا سهل؟ صعب
يا والله كان سهل، انت اللي ما بتذاكريش. ايوه بتذاكرش. ايه رايكم في التلج؟ الدنيا بتمطر تلج. نجزنا يا حيوان، رشت على البتاع. الحمد لله الاسبوع ده بجد خلص على خير، الحمد لله بجد. جماعة اخيرا خلصنا اليوم. اليوم النهارده كان متعب وطويل. انا راجعه حرفيا الساعه 4:30 البيت. كان عندنا النهارده 3 لجان. كان يوم متعب بس بصراحه كان يوم جميل. استنوني بقى عشان انا هفضلكم، عشان خلاص اخدت الاجازه، ما وريش غيركم ان شاء الله. وهصور لكم شويه حاجات كده نضيفه. بس طبعا ما عنديش اي افكار خلاص. يعني انا بقالي اسبوع عماله بطحن نفسي، كلنا تقريبا عمالين بنطحن نفسنا، بس الحمد لله المشقه خلصت. عقبال تالتة ثانوي ما امتحنوش صح. وكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي.